السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل البروفيترول. معانا هنا مقادير الكريم باستري اللي هو هنحشي بيه البروفيترول من جوه بعد ما يستوي. فانا هجهزه عشان احطه في التلاجة عشان خاطر يسقع ويبقى قوامه حلو. معانا هنا كوبايه كريم باستري، معانا هنا كوبايه ونص ميه وهنزود بعد كده، وهنا نص كوبايه قشطه، ومعلقتين نشا، ومعلقتين لبن بودر عشان انا اعزز الطعم بتاعه. تمام. هضيف هنا اللبن يكون ساقع، وبضيفه على الكريم باستري او الباستري كريم، ومعاه اللبن البودر، وهنا المعلقتين النشا، والقشطه دي قشطه بقى عندك معلبه او قشطه وش اللبن مفيش مشكله خالص، بس هي عشان بتعزز الطعم شويه. وبنضربه بالمضرب علشان يتقل القوام بتاعه. بس احنا هنا هنضيف معاه نص لبن تاني في الاخر عشان هنا لقيته سميك، وبغطيه بالستريتش راب وبحطه في التلاجة يسقع على ما اشتغل بقية المكونات بتاعتي. بغطيه عشان طبعا الوش بتاعه ما ينشفش وحافظ عليه. تمام. وبحطه في التلاجة براحته خالص. هنا معايا كوبايتين ميه، بس هنا حبايبي انا مضاعفه الكميه، يعني بدل كوبايتين انا حاطه 4 كوبايات ميه. معاهم عليهم 4 الكوبايتين ميه بحط لهم 4 معالق لبن بودر. تمام. انا بقول لكم مقدار نص المقدار. تمام. انا لما جيت طبعا انا وزنته لقيته طبعا معدي طبعا الكيلو 85 في المواد السائله. بعمله بجهزه عشان احطه في الاناء بتاعه. بحط عليه 3 معالق سكر، وهنا بضيف بقلبه طبعا. هنا المعيار بتاعي بصراحة ده معياري انا، وده مقدار بتاعي انا زي ما قلت لكم انا مضاعفة هنا الكمية، عايزة تقلل. و150 جرام زبدة، ما يعادل في 3 معالق كبار مليانين، و150 جرام زيت. وهنا معانا فانيليا طبعا، وفي ذرة ملح، وبقلب كويس وبحطه على نار لحد ما يغلي كده زي ما احنا شايفين، لحد ما اوصل للغليان بتاعه. اما يغلي خالص هبدأ انا مجهزة عندي مقدار الدقيق 700 جرام دقيق. تمام. بحط انا بقى هنا الدقيق بخلطه عليه ذرة الملح وبقلبه كويس، وبعدين بضيفه دفعة واحدة على المعيار اللي هو المغلي. وطبعا بوطي بقى النار خالص كده، بحيث ان انا بقلب كويس بمعلقة كده قوية خشب، بحيث ان انا اسوي الدقيق والمعيار بتاعي، واوطي بقى عليه خالص انا لحد بس ما ابدا اشم ريحته كده ان هو الدقيق استوى على النار. وبقلبه كويس جامد لحد انا متوه، مش عايزه اشوف دقيق خالص، يعني انا بتوه الدقيق خالص ويبدا يتكتل، ويبدا يبقى يقلمه كده مع بعضيه زي نقدر نقول كوره كده اهو. بنخلي كمان حتى الاناء بتاعه نضيف تماما من اي دقيق ممكن يكون ملتصق بيه في القاع. تمام. معانا هنا بنتوه الدقيق خالص وبنضغط عليه بالمعلقه الخشبي عشان خاطر ما يبقاش فيه اي دقيق قدام مننا. وبضطر هنا بعد كده طبعا اسيبه، ممكن تسيبيه يبرد خالص براحته، بس انا مثلا عشان مستعجله عليه فحطيته في العجان، وبخلي العجان يلف بيه شويه لحد ما يبرده، عشان هو طبعا اكيد سخن، لحد ما اقدر امسكه كده بايدي والاقيه كده ناعم. نبدا هنا نضيف عليه البيض. طبعا مقدار البيض 5 بيضات لنص المقدار اللي انا عاملاه. تمام. ابدا اضيف بيضه، والبيض طبعا ببقى ضايفه عليه الفانيليا بتاعته. اتوه بيضه كل على حده لوحدها، بفضل اضرب بالعجان لحد ما اخلط البيض كله. بس هنا انا في الاخر احتجت بضايه كمان، حسيت البيض صغير وهو كان محتاج ماده سائله كمان.
معايا، وببدا اضيفه في الكيس الحلواني. تمام، عشان ابدا ارصه في الايه، في الصاج بتاعي. عندي هنا صاج 30 في 40، وانا حاطه البلبله بتاعته. تمام، بس هنا يعني وانت بتضغطي، انا بضغط بعمل زي روزيتات كده بالظبط، الروزات اللي بتعمليها على التورتات والحاجات دي. فهنا معانا المعيار. تمام، هنا ممكن لو انت واحده مثلا حسيتي انها نزلت الشكل بتاع مش مظبوطه، عادي بتشيليها خالص وبتحطيها في العجان، وتبداي تضغطي من اول وجديد. بنضغط عليها. انا هنا بس حبيت اجيب لكم يعني الناحيه كده الكاميرا تصور على قد ما بقدر كده. تمام، انا هنا بضغط عليها. ما تضغطيش قوي وانتي بتنزليها من الكيس الحلواني عشان ما تبقاش متكتله، يعني العجينه تكون خفيفه وانتي بتضغطي عليها، تكون خفيفه. يعني انتي بتضغطي وتشدي ايدك على فوق، حتى هتلاقيها تعمل زي كده منقار في الروزيتات من فوق. عادي خالص بايديكي بتروحي ايه يعني ملمسه كده حاجات ايه، انها تبقى ضغطه خفيفه وناعمه، عشان ما تبقاش عامله منظر اللي هو المنقار كده وهي طالعه كده. طبعا هنا خفيف خفيف خالص، ايدك بتضغطي وبتسحبي ايدك على فوق. هي سهله جدا يا جماعه والله. وبعدين هي عجينه البروفيترول مع ايه، بوريكم البلبله هي ايه، بحاول تكون واسعه شويه. كان عندي مقاس الاضيق فاخترت الواسعه اوسع منها اهو. لقيت النوع ده اوسع شويه من اللي عندي. مليت الصاج، وطبعا الفرن بيكون مفتوح 180 قبلها، وطلع حمرا ما شاء الله. يعني بتبقى بتسيبيها حوالي ايه 40 دقيقة، وطلع ما شاء الله مستوية وجميلة خالص. وهنا بفتحها من تحت بأي حاجة مثلا عندك رفيعة، وبأرفع حاجة بقى البلبلة دي بتبقى بتختاري حاجة ايه، أرفع حاجة موجودة عندك عشان تضخي فيها الكريم باستري اللي أنا عبيته في كيس هنا الشفاف الحلواني. طبعا هو كان ساقع طبعا، فحطيته ضفته في الكيس الحلواني وضغطت عليه عشان احشيه من جوه. وانتي ماسكه البفترايه كده الواحده، بتحسي ان العجين الكريم باستري داخل جواها، انتي بتحسيها في حاجه بتضخ كده جواها. بتحشيها طبعا واحده كل واحده كده، وترصيهم في الاطباق بتاعتك او في العلب بتاعتك اللي انتي مجهزاها. تمام، انا عملت منها برضو يا جماعه يعني ايه عجينه اكلير، يعني هي برضو نفس البروفيترول، هي برضو الاكلير. فانا عملت شويه بروفيترول كده، وعملت برضو شويه اكلير. وبعدين عندي طبعا احنا عارفين ان كنا عاملين اللي هو النوتيلا في البيت، وبضيفها عليها كده. طلعتها طبعا من الفريزر، هي اصلا كده كده فكه يعني، وبحطها عليها بزينها بيها كده. الناس طبعا اللي حابين الصوص الشوكولاته، في ناس بتحب الشوكليت كتير قوي يعني مغرمين بيه، فبحط هنا الشوكليت. والنص التاني هحط عليه هنا، هكون مجهزة عندي اللوتس، صوص اللوتس. تمام، بس هنا يعني ايه، لو انت حاسة ان الصوص عندك مثلا عايزة تخفي، حطيها في الميكروويف. سهلة يعني بتتفك. تمام، هنا بحط اللوتس عليها، تدي طعم جميل جدا. وعشان برضو اميزها كسرت عليها بسكوتة لوتس كده. هنا بعمل برضو الطبق التاني، بحط عليه الشوكليت النوتيلا اللي احنا عاملينه في البيت. وهنا الكراميل، هنا فكيته شوية في الميكروويف، وبدأت اضيفه على البروفيترول. تبقى طبعا طعمها تحفة، وهي كمان لما تحطيها في التلاجة تبقى ساقعة من جوه، والكريم باستري ساقع جميل مع التزيين شوية. الناس اللي حابين شوكليت، عندي هنا شوكليت شيبس ضفت عليه، عملت عليه اضافة من فوق. انا حبايبي عايزه اقول لكم بقى لايك وشير على قد ما تقدروا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، اذا عجبكم المحتوى طبعا. هنا خدت وحدايه كده، قلت طيب ادوق انا بقى اشوف ايه الدنيا.
طعمها جميل ما شاء الله عليها، طبعا تحفة. ويا ريت تعملوا التطبيق وتنزلوه، هبقى سعيدة جدا بيكم. تمام. طبعا ايه، لقيت طعمه جميل جدا ما شاء الله. طبعا وكل ما تحطيه في التلاجة يبقى افضل وافضل. هنا الف هنا طبعا على اللي شاركوني ان انا يعني دعموني وشاركوا المشروع الجميل دوت. والف هنا وشفا يا رب على كل اللي جربوا. تمام. طبعا اختيار الصوصات دي بتبقى حاجة انتي تبع ذوقك. وفي برضو عملت بالبيستاشيو، جميل برضو حلو قوي، هنا ضفته عليه. يلا جربوه.